هو فعلا مصر حاربت ليبيا حرب الأيام الأربعة، واللي ابتدت يوم 21 يوليو 77 وانتهت يوم 24 يوليو 77 بوساطة عربية كان على رأسها الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات والرئيس الجزائري هواري أبو مدين. وكانت العلاقة بين مصر وليبيا وبالأخص بين السادات وبين معمر القذافي كانت تربطهم علاقة طيبة جدا، لدرجة إن السادات سعى للاتحاد بين الجمهوريات العربية واللي على رأسها مصر وسوريا وليبيا. واول ما فرضوا علينا حظر بيع السلاح، ليبيا راحت اشترت لنا طيارات الميراج من فرنسا، بالعكس وعملت جوازات سفر ليبيه لصالح طيارين مصريين عشان يروحوا يتدربوا على الطيارات في فرنسا، واشترت لنا مدرعات ودبابات التي 62 لصالح مصر، وبعتت لواء مدرع كامل لصالح مصر، وعملت استعداد عسكري ليبي لصالح مصر، وكل ده اثناء معركه 73. ويوم 6 اكتوبر 73 اول ما اعلنا ان احنا عبرنا قناة السويس، طلعت الاذاعة الليبية بتتهم مصر ان الحرب دي تمثيلية وعبارة عن خدعة. وكل ده بسبب ايه؟ بسبب ان كان معمر القذافي كان عايز الرئيس السادات يقول له على ميعاد بدء المعركة. طب ده ينفع؟ ويوم 19 فبراير 74 حفل تكريم جاي من السادات يكرم بيه ابطال 73، دعا فيه معمر القذافي، ومعمر القذافي قبل الدعوه. واول ما جه قال لك كده انا دعيته يبقى انا كده صالحته، وهو لما جه انا بعتبر ده اعتذار كامل عن كل اللي حصل منه قبل كده. بس وقتها كان معمر القذافي كان مستنكر جدا لقرارات السادات، في عز ما السادات وافق على وقف اطلاق النار، في عز ما السادات كان في مفاوضات ما بيننا وما بين اسرائيل في الكيلو 101، كل ده كان القذافي. وفي يونيو 74 الفريق طيار حسني مبارك تلقى خطاب من آمر السلاح الجوي الليبي صالح الفرجاني، بيطلب منه انه هو عايز كل الطيارات والوحدات بتاعتها ترجع للأراضي الليبية، والسبب انها خلصت كل المهمات العسكرية المكلفة بيها داخل الأراضي المصرية. رد عليه حسني مبارك وقال له انا ما اقدرش ان انا اديك ولا طيارة ولا احرك لك اي حاجة من مصر غير لما ترجع للرئيس السادات. وبالفعل السادات وصلوا الخبر من حسني مبارك ورد على ليبيا وقال لهم اني لسه انا ما زلت جوه المعركة، ويمكن يبقى في جولة تانية، لان امريكا عمالة تدعم اسرائيل بالسلاح، والسلاح دوت ما عملش 1 كيلو على الارض، فيمكن يبقى لي جولة تانية، استنوا عليا شوية. وحصلت مشادات بين السادات والقذافي، واللي سمع بيها الشيخ زايد، واللي كان رايح للمغرب قطع زيارته مباشرة ونزل بسرعة على مصر، ودعا القذافي واتقابلوا في اسكندرية هو والسادات والقذافي عشان يحلوا المشكلة ما بينهم. لكن القذافي أصر على موقفه إنه عايز طياراته وعايز كفة سلاحه. وقتها السادات أصدر بيان برجوع أي قطعة سلاح ليبية موجودة على الأراضي المصرية ترجع مباشرة للأراضي الليبية. وفي سبتمبر 75 بعد ما وقعنا على اتفاقية فض الاشتباكات التانية، طلع النظام الليبي بتنظيم مظاهرات ضد مصر، وحرض الطلاب المصريين على أعمال الشغب والتخريب جوه مصر في مظاهراتهم. يسكت لحد كده؟ لا، يوم 20/1/77 أصدر النظام الليبي تنظيم سماه جبهة تحرير مصر. كان هيحررنا من إيه؟ الله أعلى وأعلم. وما يسكتش لحد كده، ده أعلن مسؤوليته الكاملة عن أعمال التخريب يوم 18 و19 يناير جوه مصر، غير إن هو في الإذاعة الليبية فضل يشتم في مصر والرئيس السادات بأشد الإهانات، لحد ما عملنا إذاعة وقلنا فيها نجيب السياسيين المنشقين ونخليهم ان هم يطلعوا ويقولوا اللي هم عايزينه ضد النظام الليبي. وكان ابرزهم السياسي المنشق، وكان عضو مجلس قيادة الثورة الليبي وانشق عنه عمر المحيشي، طلع وقعدوا بقى يهزقوا في بعضيهم، لحد لما القذافي قال لك انا عايز اعمل مقابلة فورية مع اللواء طه زكي. واللواء طه زكي كان مدير مكتب السادات وقتها، واول ما عمل معاه المقابلة طلب منه القذافي ان هو يقفل القناة الإذاعية عن عمر المحيشي، بحجة إن هو اشتم القذافي زي ما أنت عايز، لكن ما تجيبش لا سيرة أمه ولا أخته. وكان وقتها عمر المحيشي بصراحة ضربة منه شوية، جاب في سيرتهم كلهم وما سكتش لحد، وعرض على اللواء طه زكي $500,000 استرليني. اللواء طه زكي رفض المبلغ ورجع مباشرة للسادات يحكي له انا اتعرض عليا $500,000 استرليني، ولكن السادات رد عليه وقال له كنت هاتهم لمصر. اول لما القذافي
حس إن المفاوضات مع اللواء طه زكي أدت بالفشل، قام بأعمال تخريبية، كان بيرمي قنابل على السلوم واسكندرية، ده غير إن هو كان بيفجر محطات الوقود في مرسى مطروح، وغير ده كله كمان دمر استراحة الرئيس السادات في مرسى مطروح. وفي إبريل 77 قامت السلطات الليبية بغلق مكتب العلاقات العامة المصرية في بني غازي، وحجزت كل المسؤولين واللي شغالين فيه من السفر، وطردت 265 عامل من ليبيا. فوق ده كله مصر ردت عليها وقفلت لها مكتب العلاقات العامة الليبية في اسكندرية، وحجزت لها كل المسؤولين واللي شغالين فيه. وقتها مصر بعتت لجامعة الدول العربية بالدين فيه ليبيا إنها مسؤولة عن أعمال التخريب والإرهاب جوه الأراضي المصرية. ويوم 20 يونيو 77 النظام الليبي حرض المتظاهرين الليبيين على فض الحدود المصرية والذهاب إلى تحرير مصر، ولكن حرس الحدود تصدى ليهم بطريقة سلمية لحد يوم 12 يوليو 77 دفع النظام الليبي بمجموعة تخريبية على الحدود المصرية شايلين بنادق ومتفجرات، وتم القبض عليهم بواسطة حرس الحدود المصري. ويوم 14 يوليو 77 قامت الدبابات الليبية بشمال شرق مدينة السلوم بضرب النار على قواتنا المسلحة، وخطفوا 14 جندي من حرس الحدود. ويوم 16 يوليو 77 قامت دورية ليبية مسلحة بضرب النار على وحدات مصرية. ويوم 17 يوليو 77 أرسل القذافي خطاب إلى قائد الجيش على الحدود الليبية المصرية بسحب قواته، وادعى إن القوات المصرية خدت قطعة أرض عرضها 60 متر وطولها 200 متر على الحدود. لحد يوم 19 يوليو 77 النظام الليبي ضرب وحدات قوات مصرية على الحدود بين مصر وليبيا. ويوم 21 يوليو 77 قرر السادات انه يلقن القذافي درس قاسي عشان يعرف حجمه ويعرف كويس هو مع مين بيتعامل، لحد ما قامت المعركة ودخلنا الأراضي الليبية واحتلناها لمدة 4 أيام، لحد ما حصلت وساطة عربية وكان على رأسها الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات والرئيس الجزائري هواري أبو مدين. وقتها فضينا الحصار عن ليبيا خالص، وبكده خلصت الحكاية. وما تنسوش إن ليكم في التاريخ عبرة وليكم مني رواية. تصبحوا على خير.